في الفيديو ده هنعرف مع بعضينا ازاي نفتح البث المباشر من الهاتف بطريقة سهلة من غير اي تعقيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة يا جماعة، لو قناتك صغيرة زي القناة اللي انا فيها دلوقتي، كاتب لي هنا حاول انشاء، جيت مثلا جيت عايز افتح بث مباشر، هيجي لي الكلام ده. لازم تنزل فيديوهات ستورش او اي فيديوهات لتصل ل50 مشترك. تمام، دي مشكلة هتواجهك لو انت قناتك صغيرة. تعالوا نخش على القناة الكبيرة ونشوف ازاي نفتح البث المباشر من الهاتف. يلا بينا. هجينا كده يا جماعة على القناة. لو عوزت تفتح البث المباشر بتاجي من هنا العلامة الزائد اللي بتبقى هنا في جنبك. تمام، وهتاجي على كلمة، هيظهر لك فيديو وفي ستورش وفي بث مباشر. تمام، هناجي على البث المباشر احنا. تمام، ده لو انت في حالة عايز تعمل بث مباشر. تمام، هيظهر معانا عدة حاجات. اول حاجة هنا بيقول لك قلب، يعني ايه تقلب الصورة او تخليها مثلا زي كده، مثلا تبين اللي قدام وكده تبينك انت شخصيا. تمام، تاني حاجة بيقول لك كتم الصوت، يعني لو انت مش عايز صوت بتدوس كتم الصوت. تمام كده، تاني حاجة. تالت حاجة بيجي لك تم اختيار مؤثرات، ده بيديك فلاتر للصورة بتاعتك او اي حاجة. تمام، بيقول لك اخفاء الفيديو المباشر، يعني لو دوست كده هيجي لي الصورة بتاعتي بس فقط. تمام، من غير بث مباشر، من غير اي كلام. لو دوست كده كده هيظهر الصورة بتاعتي انا تلقائيا. تمام، تالت حاجة بيقول لك إصلاح. إصلاح ده يا جماعة، مثلا لو عايز تعمل أي إصلاح في البث المباشر أو أي تعديل بتدوس على كلمة إصلاح. تمام، وفي الشاشة الخضراء لو أنت مثلا مش وراك خلفية أو أي حاجة بتدوس عليها. تالت حاجة أو خامس حاجة الإضاءة، بتبدأ تظبط الإضاءة من تحسين الإضاءة، أو هو بيفعلها لك بالظبط لو أنت مش عندك إضاءة. تمام، تاني حاجة بعد كده الاتجاه. تمام، زي ما أنت شايف الاتجاه يا جماعة بتعمل عمودي، بالعرض بالطول على حسب انت عايز ايه بتعمل. تمام، بعد كده هناجي مثلا عايزين نبدأ صح بث مباشر، هندوس عليها كده يا جماعة. هيظهر عندنا حاجات كتيرة وهفهمها لكم حاجة حاجة من غير أي كلام. أول حاجة اللي هنا اللي فوق دي الصورة المصغرة بتاعتك، بتجيب صورة مصغرة مثلا بتكتب لايف الآن، أي حاجة مهم بتكتب على الصورة المصغرة أي كلام. تمام، بتحط الصورة مصغرة هنا، طريقة تحط الصورة مصغرة. بعد كده بتقول تحميل صورة مصغرة، تلقائيا بتختار الصورة مصغرة على حسب الفيديو بتاعك أو على حسب البث من الصور المعرض، وكده بتجيبها بعد كده بتحطها على طول تلقائيا بتتحط عندك. تاني حاجة موجه لك القناة بتاعتك اللي انت هتفتح منها البث المباشر، بيعرفك يعني هي دي القناة. تالت حاجة معانا العنوان بتاعك، هتحط هنا العنوان اللي انت عايز تكتبه. مثلا عايز اكتب ايه، مثلا اسمه ده، هنكتب مثلا مع بعضنا ده نمسح، نكتب مثلا اول بث مباشر على القناة. تمام، مثلا كتبنا كده، انا بديكم مثال وانتوا على حسب البث المباشر بيتكلم عن ايه، سواء كان جيمنج سواء العاب اي حاجه هتكتب على العنوان، لازم تكتب عشان تبدا الناس تخش لك على الفيديو على البث المباشر. بعد كده بنزل تحت بيقول لك مستوى العرض. اول حاجه بيظهر علني وغير مدرج، ما ينفعش خاص غير لما تنزله عادي تعمله خاص. تمام، هنعمله علني عشان ايه ينزل تلقائيا. مثلا لو عملته علني على طول الناس كل المشتركين اللي عندك هيشوفوا البث المباشر او هيوصل لهم البث المباشر. بعد كده بيقول لك هتحدد الجمهور، طبعا هتخليه لو جمهورك مخصص للاطفال هتدوس لا مخصص للاطفال، لو جمهورك لا مخصص للاطفال دوس لا مخصص للاطفال. تمام، وهنا بيقول لك دعوة ضيوف، يعني هتدوس، لو دوست هنا هضيف مشتركين عندي او ناس مثلا متعاونين زي كده مثلا. تمام، لو عملت كده هضيف واحد معايا او قناة تانية بحط رابطها بتدخل على طول تلقائيا معايا. بعد كده الوصف بتاعي بتكتب اي وصف انت عايزه. تمام، الوصف بتاعك بيبقى ثابت كده كده. بعد كده موقع الجغرافي بتاعك ملوش لازمة. تمام، وفي التسجيل الرقمي للشاشة. لو دوسنا كده هيبدأ تلقائيا لوحده يعد معانا أول ما هنبدأ البث المباشر. بعد كده تحديد موعد للبث المباشر، ده سواء لو كنت انت مثلا عايز تعمل موعد، مثلا تقول مثلا في يوم كذا هعمل بث مباشر في الساعة كذا كده على طول هيعمل لك موعد. وفي الإعدادات المتقدمة هتظهر تحديها حاجة، لو انت قناتك مفعلة ربح هيظهر اللي انت تحقيق الربح، تفعل تحقيق الربح بتدوس عليها بيفعل تلقائيا تحقيق الربح في الخانة دي زي ما انتم شايفين بدل الإعلان للفيديوهات.
في بيقول لك السماح بالمحادثة، السماح بالتفاعل، عرض قوائم الصدارة، يتضمن هذا الفيديو إعلان ترويجي. ده كله يا جماعة اللي هو بيحتاج البث مباشر عشان تفتحه. بتظبط انت اعداداتك، بتظبط كل حاجة اللي انت عايزها، بعد كده بتدوس التالي. بص تلقائيا كده هيحمل معايا، بيقول لك انت على وشك البدء يعني لدخول بث مباشر عشان الناس هتتفرج عليك وبيديك كمان نصايحك. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كده البث مباشر. لو دوستوا التالي تلقائيا هيفتح عندكم البث مباشر وناس هتدخل لكم وهتبدأ تتكلموا مع الناس. بس انت لو بتعمل فيس كام هتحط التليفون اللي انت فاتح من عنده هتحطه قدامك وهتصور وهتضيف الاتنين مع بعض وهيبدأ تلقائيا هيبقى فيس كام عندك، وهتبدأ برضه يبقى معاك تليفون عشان تبدأ ترد على الناس في التعليقات. كده يا حبايبنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو وعرفناكم ازاي تفتحوا بث مباشر من الهاتف بطريقة سهلة من غير اي كلام. مع السلامة حبايبنا، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة حبايب قلبي، سلام.